الخير واهلا بيكم في حلقه جديده وشباب على الهوا. طبعا احنا بنتكلم دايما عن بلدنا وعارفين ان احنا يعني في بلد سياحيه من الطراز الاول، لان احنا عندنا تنوع سياحي غير عادي. عندنا كنوز حقيقي في مصر، عندنا سياحه الاثار وسياحه علاجيه وسياحه الشواطئ وغيرها وغيرها من الانواع المختلفه اللي صعب تلاقيها في بلد واحد. الحمد لله ان احنا مصر هي بلد فيها التنوع السياحي، واحنا كلنا كمصريين من الواجب علينا ان احنا نبقى دايما سفراء لبلدنا، ونقول دايما كل حاجة جميلة نعلن عنها ونبروزها ونحاول ان احنا نلفت الانظار اليها بشكل او باخر، فتبقى دايما عندك ثقافة سياحية عشان تكون ايا كان موقعك ايه وايا كان دراستك ايه تبقى مرشد سياحي لبلدك وتسوق الأماكن الجميلة دي وتخليها جميلة في عين كل العالم زي ما احنا شايفينها. في مبادرة من الشباب اسمها مبادرة كنوز أثرية لتنشيط السياحة، وطبعا سياحة الآثار احنا عندنا سياحة رائعة جاذبة لكل دول العالم، واحنا كمان فخورين انها موجودة في بلدنا وهي سياحة الآثار. الكنوز اللي عندنا في مبادرة الشباب قاموا بيها علشان يوصلوا هذه الكنوز بمعلوماتها القيمة لكل العالم. دلوقتي بقى هنروح لتقرير واحنا لسه في شهر أكتوبر العظيم، وأكيد فرصة رائعة إن الشباب وكل الفئات العمرية الصغيرة إنها تنمي روح الوطنية. كل ما تسمع أغنية وطنية جميلة، كل ما تعرف كواليس الحرب كان شكلها إيه، إزاي تم نصر أكتوبر، إزاي كل المصريين كانوا إيد واحدة وكل العرب كانوا إيد واحدة علشان يحققوا هذا النصر العظيم. يلا بينا نشوف التقرير ونرجع على طول لموضوعنا ومبادرة كنوز أثرية. دايما واحنا كده بنشوف اي مكان جميل بنقول احنا فعلا في نعمة كبيرة ان احنا بلدنا جميلة وفيها كل الاماكن اللي نفخر انها موجودة على ارضنا. طبعا الاثار ودراستها وان احنا نبقى عندنا معلومات خاصة بيها بيكون طبعا المتخصصين ليهم كتير قوي من الطرق والابحاث على ازاي يتعرفوا اكتر على هذه الاثار، لكن احنا كمان بدورنا كمصريين لازم يكون عندنا معلومات عن الكنوز اللي موجوده في بلدنا. عشان كده احنا معانا فريق كنوز اثريه وهي مبادره من الشباب، هنعرف اكتر تفاصيل عنها. احنا معانا ضيوف النهارده، معانا ضيوف درسوا التاريخ والحضاره وهيقولوا لنا اكتر ازاي فكروا في هذه المبادره. معانا طبعا عبد الله عماد، اهلا بيك، ومحمد حلاوه اهلا بيك، وساره سعاده اهلا بيك. يا ساره ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ساره انت قلتي لي قبل الهوا ان انت خريجه تاريخ، اداب تاريخ. وانتوا؟ معايا ليسانس تاريخ وحضاره جامعه الازهر بالزقازيق، وبحضر ماجستير حاليا مصر القديم. نفس ليسانس تاريخ وحضاره جامعه الازهر بالقاهره. اهلا وسهلا بيكم. وانتوا طبعا من دراستكم حبيتوا الاثار بالظبط كده، يعني احنا مش متخصصين، ولما بيجي مثلا اثر معين نعرف عنه معلومه او حاجه بنحس قد ايه بالعظمه، خصوصا لما نعرف الشخص ده على ارض الواقع كان مين بيعمل ايه، ليه بقى في صورة تمثال مثلا مهم، ليه المصريين بالنسبة لهم ده أثر هام. يعني المعلومات دي بتقيم على طول الآثار الجميلة عندنا وفي قلوبنا. احكوا لي بقى عن المبادرة. احنا فكرنا ان احنا كده بنحب الاثار وحابين الموضوع، فاحنا كنا حابين ان احنا نوصل صوتنا اكتر، وان احنا كمان نعرف الناس على اثار بلدهم بطريقه مبسطه، وان احنا قريبين منكم. يعني احنا ما كنا لسه طلبه كنا حابين ان احنا نعرف بقيه الطلبه تعالوا احنا محتاجين ان احنا ننزل الاماكن الاثريه، هنعمل ورش، بننزل بنشرح، بتكون المحاضره محاضره شامله عن المكان. يعني لو نازلين مثلا جامع بيكون
العصر اللي اتبنى في الجامع ده امتى، مين اللي بنى الجامع ده، قعد كام سنه يتبني، اهم الاقاويل اللي اتقالت عليه. بنقول كل حاجه عن الاثر نفسه. فاحنا قررنا ان احنا هنعمل تيم، وفعلا بدانا ان احنا نجمع بعض كده، كلنا شبه بعض ان احنا بنحب الحاجه دي، وعملنا التيم وبدانا بدانا من 6 سنين، ومكملين بقى ان شاء الله يعني. وعملنا كذا حدث قبل كده، زي عملنا كذا ندوه، كذا ايفنت مع تعاون مع المتاحف زي متحف الاقصر، زي متحف تل بسطة. عملنا تعاون قبل كده مع محافظه الشرقيه. عملنا ايفنت برضو في مكتبه مصر العامه هنا في القاهره، او في الشرقيه برضو عملنا في الشرقيه. طيب انا عايزه اقول انتوا جمعتوا بعض ازاي؟ انتوا جمعنا بعض عشان احنا بنحب نفس الشيء وبنحب التاريخ والاثار والحضاره، تمام، بس انتوا من كليات مختلفه ومحافظات مختلفه ايضا، جمعتوا بعض ازاي؟ هو احنا من الشمال للجنوب، يعني الحمد لله معانا من اسوان لحد اسكندريه. ده من خلال السوشيال ميديا. هو احنا الاول كنا اصلا موجودين مع بعض في شغل معين، فقدرنا ان احنا نجمع بعض 4-5 افراد بس. بعد كده عملنا الشغل اللي نزلناه اونلاين، بدا او على السوشيال ميديا، بدا الموضوع ينتشر وبدا يبقى فيه اقبال عليه ان هم ينضموا معانا، وبالطريقه دي جمعنا اكبر عدد ممكن. وخصوصا لما الناس صدقت فينا ونزلوا معانا اماكن اثريه وبدانا نشرح فيها، فهم بقوا حبوا الموضوع وانضموا معانا، فجمعنا اكبر عدد ممكن. غير المتخصصين حبوا انهم ينزلوا معاكم الاماكن الاثريه؟ بالظبط كده. الهدف بتاعنا هو نشر الوعي الاثري لكافه افراد المجتمع، مش لشخص بعينه، او مش لازم يكون متخصص، ومش لازم يكون طالب او خريج او سن صغير، لكافه الفئات العمريه. طب اسمح لي اقف عند كلمه الوعي الاثري، لان في ناس كتير بتقول يعني ايه وعي اثري؟ يعني ان انا ابقى عارف معلومات عن كل الاثار في بلدي مثلا، ولا ازاي اتعامل مع الاثر، ولا ايه بالظبط؟ مش لازم كل الاثر اللي انا اكون عارف عنهم كل حاجه، ولكن على الاقل ابقى عارف قيمه الاثر اللي انا واقف قدامه، ابقى عارف الاثار دي تاريخها بيحكي عن ايه، اعرف عظمه اجدادنا القدماء المصريين، واعرف قد ايه الحضاره اللي قاموا بيها، وقد ايه الانجازات اللي عملوها، وقد ايه الخلود اللي مكمل وما زال يعني، وان شاء الله هيكمل على طول. فده بيخليه بيخلق عنده صوره ذهنيه قد ايه هو يحافظ على الاثر ده، قد ايه مثلا من ضمن الاشياء اللي هي ما تنفعش في الاثار لمس الاثر ده من الاخطاء الشائعه اللي موجوده في المجتمع المصري يعني. وبالنسبه للاطفال مثلا، بالنسبه للشباب، للكبار برضو، في ناس كتير ما تعرفش ان ده غلط وده ما ينفعش. فده شيء يعني نقطه يعني من نقاط الوعي الاثري اللي احنا بنعمله يعني. بس اعتقد في الاماكن الاثريه بيبقى فيه يعني القواعد بتبقى مكتوبه، وبيبقى فيه القائمين على المكان بيقولوا للناس، صح ولا ايه؟ موجود بالفعل، بس برضو عايزين تاكيد. عايزين تاكيد ليه؟ عايزين نقول ليه، صح؟ احنا شعب يعني مصري. ممنوع، يعني مثلا انا ممكن اقول ممنوع لمس الاثر، تلمس الاثر ده، ممنوع لمس الاثر. الوعي بقى ان انا اعرف ليه ما المسوش، صح؟ عشان ان انا بالظبط كده ان انا احافظ على قيمته، لان لما المسه في املاح معينه بتمحي الاثر ده بمعنى اصح، ان في مقابر موجوده بنفس الالوان الموجوده قديما. فلو كل واحد لمسها عشان يشوفها او كده ممكن كده. مع الوقت الاملاح بتخش بالظبط كده. تكمله الكلام الاستاذ محمد، زي ما بيقول ان الاثر من كتر اللمس وكتر الحركه عليه يعني، ده بيمسح وبيلغي الاثر اصلا، مع العوامل الجويه كمان وعوامل الزمن. فده مع الوقت للاسف بيشوه يا اما شكل الاثر، فبدل ما في مثلا كلمه هيروغليفيه مكتوبه بالشكل المعين ممكن يغير معناها او يلغي منها حرف او حاجه. وفي نفس الوقت زي ما استاذ محمد قال برضو، ان لون الاثر نفسه ما بيبقاش هو اللون الاصلي اللي موجود من ايام اجدادنا القدماء. فعشان كده دي يعني نقطه بسيطه قوي يعني. زي ما هو بالظبط كده، التعامل معاه يبقى بمنتهى الحذر. بالظبط كده. حتى برضو في اشياء تانية، مش بس موضوع لمس الاثر يعني، في اشياء تانية زي الاضواء، في الضوء، في بعض الاضواء بتاثر على الاثر بشكل سلبي طبعا. وفي اشياء تانية كتير، التصوير بالفلاش والكلام ده كله يعني. الحاجات دي بيتقال عليها ممنوع. الحاجات دي ممنوعات كلها، ما ينفعش ان حد يعملها. بس تبقى حاجه كويسه ان انا افهم ممنوع ليه.
يعني يبقى في تعريف ان ممنوع ليه ما احنا علشان موجودين كذا. بقى وبمبادراتنا بقى وبالتيم اللي احنا عاملينه اللي هو كنوز اثريه، علشان بننزل كل يعني فتره بسيطه، وبننزل كتير يعني مش قليل، وبنعمل مبادرات كتيره وزيارات ميدانيه كتيره، عشان بقى نوصل للناس المعلومه دي. احنا حلقه وصل ما بين المتخصصين اللي هو احنا والاساتذه الكبار بتوعنا طبعا والدكاتره واللي هم مختصين في المجال بتاعنا يعني، والشباب بتوع المجتمع او بين المجتمع بشكل عام. يعني احنا حلقه الوصل اللي بتوصل المعلومه من هنا لهنا. طيب قولي لي ايه اكتر الاماكن اللي كانت جاذبه بالنسبه للناس؟ قلتي لي في ناس كتير حبوا ان هم ينضموا ليكوا، ان هم ينزلوا الاماكن الاثريه. ايه اكتر الاماكن اللي كانت بالنسبه لك مفاجاه ان الناس كانوا حابين يشوفوها؟ هو عامة أنا ما أقدرش أقول على مكان محدد. هو أشهر حاجة يعني في مصر الأهرامات طبعا بالنسبة للي بره، إنما من مصر من جوه ما حضرتك مش هتدخلي مكان أثري مش هتلاقي فيه سائح، مش عمرك ما هتدخلي مكان تلاقيه فاضي، سواء من المصريين أو من السياح. سواء المكان ده مصري قديم، سواء المكان ده إسلامي، سواء المكان ده يوناني روماني. فلا الأماكن كلها من وجهة نظر الأماكن كلها مهمة وليها تاريخها والحضارة بتاعتها. القاهرة القديمة ليها سحر خاص. ايوه طبعا. وليها كده جو مختلف، والمباني نفسها، المساجد، العمارة نفسها بشكل عام. لا يعني في حاجة كده تحس انها مختلفة عن اي مكان ممكن تروحه، وهي لما بتدخل المكان نفسه بتحس انه غريب. روحانيات يعني بتحس السقف العالي قوي، المكان اللي داخله هوا من كل حته، داخله شمس من كل حته، ازاي هو معمول كده؟ يعني بيبقى فيه جزء كده من انك تدخل المكان لازم تقف تقول ازاي المهندس اللي عمله بالدقه الشديده دي. فاحكي لي الاسئله اللي بتتسالوا عليها، مثلا ايه ممكن السائح المصري اللي احنا بنقول احنا عايزين ندعم روح الانتماء لكل الكنوز المصريه الموجوده والوعي الاثري عنده بيسالكم عليها؟ الفرد المصري بالذات ممكن يسمع لكلام تاني، يعني مثلا يقول لك الاهرامات مثلا، ده اقرب مثال لينا. مين اللي بنى الاهرامات؟ فانت هو مصر ده اللي بنيه، بس لا، مين اللي عمل ده كله؟ الارتفاع الشاهق ده ازاي؟ هل هو ملائكه؟ هل هو موجود كده؟ هل هم دوله تانية؟ هل هم قوم عاد؟ في اسئله كتير قوي موجوده. ده مثال ليهم. مثال تاني عندنا جامع في السيده عائشه اللي هو جامع السلطان حسن والرفاعي. ايوه، جامع شاهق كبير ما شاء الله، يعني اللي هم بنوه ازاي كان عامل عندهم سجالات ان هم يطلعوا يبنوا المسافه دي كلها، الارتفاع ده كله دي. وموضوع نهايه الفراعنه، هل احنا فراعنه ولا لا؟ ده برضو مشكله عند المصريين، اللي احنا فاكرين ان احنا فراعنه. لا، احنا مصريين من اصل مصريين. ممكن يكون عشان شخص واحد هو فرعون يبقى تسيل الحضاره المصريه كلها؟ لا، احنا لينا وضعنا كاحنا مصريين وابناء مصريين. انما لفظ فرعون هو يطلق على فرد واحد بس، دي عاده اوصلها للناس كلها. احنا بنتكلم على الحضاره القديمه مش اسم فرعون. الحضاره القديمه حضاره مصريه قديمه. ايوه دي بتاعتنا بالظبط كده. خلاص، ما دي بتاعتنا مفيش حد يتكلم عليها تاني. ما نسيبهاش لشخص، مناقشه خلاص، ما نسيبهاش لشخص. انا بتكلم الحضاره الاسلاميه جايه مع الاسلام، والحضاره الاسلاميه الموجوده اليونانيه الرومانيه، وبلدنا ما شاء الله متنوعه من كل السياحه الموجوده. يعني تقصد الخلط بين المفاهيم. بالظبط كده. ماشي، ده يعرفوا المتخصصين، بس ان هي الهرم بتاعنا وده حاجتنا، ودي مصري القديم اللي بنى ده وبنى ده وبنى ده. اكيد كلنا متفقين على ده، حتى واننا ما عندناش يعني في ناس كتير ما عندهاش معلومات دقيقه. ما هو الفرق بين ان احنا لازم يعني هي المشكله هي ان احنا مش عارفين كلنا، مش كل الشعب المصري عارف الاصول الحاجات دي، واصول الكلام ده اتبنى ازاي. الحاجات دي تاريخنا يا جماعه، الموضوع ده ما احنا كنا بناخده في المدرسه بالظبط كده، بس مش بشكل يعني مش بشكل متوسع يعني. مش لازم، بس انا كنت مش لازم، يعني بس ده تاريخنا، ده تاريخ اجدادنا. يعني مش لازم بشكل متوسع. ليه؟ ما كتب التاريخ دي بتعمل ايه من اول ثالثه ابتدائي لحد ثانويه عامه؟ موجود فيها كل حاجه، موجود فيها كل حاجه. ده احنا درسنا فيها التاريخ من يعني مرتين ثلاثه. مظبوط، بس بعد
ما الشخص بيتخصص بقى بعد ثانوي ويتخصص في حاجه معينه في الكليه او كده، فخلاص بقى بيركز في التخصص بتاعه بس. طيب انا ماليش دعوه بالتخصص بقى دلوقتي. تمام. انا شخص عادي خالص وتخصصي غير التاريخ وغير الاثار. دوري اللي المفروض اعمله تجاه بلدي اللي عندها سياحه اثار متميزه. اعرف قيمه الاثر ده، اعرف التاريخ ده، دي اصولنا، وده فخر وشرف نفتخر بيه كلنا، ان احنا عندنا اجداد عملوا العظمه دي كلها وخلدوها وما زالت مكمله، واعرف اهميه الشيء اللي انا واقف قدامه ده. عندنا سياح كتير بتنزل تبص على الاماكن الاثريه بينبهروا بيها وما يعرفوش اصلا يعني المباني دي اتعملت ازاي او الاثر ده قصته ايه وكده. فما ينفعش المصري يبقى زيه زي الاجنبي مش عارف برضو اصول الاشياء دي ايه، ما يعرفش ازاي وهو ده جده اللي عمل ده اصلا. دي الفكره بس مش اكتر. عارفين دايما بقول ان كل مصري ليه دور في انه يبقى فعلا مروج لسياحه بلده، وبلاد كتير جدا بيبقى عندها مثلا يعني حبه سياحه قد كده اهو، لكن بيفخموا فيها جدا وتلاقيها في كل المسلسلات والافلام والاغاني وفرحانين بيها فرحه الدنيا. احنا عندنا بقى التنوع الغير عادي، فدورنا كناس عاديه قوي مش متخصصين وما احناش دارسين دراسه عميقه لكل حاجه، ولكن لو رحت رحله مدرسيه صورها وانشرها، لو رحت رحله في الجامعه صورها وقول معلومه صغننه كده من اللي سمعتها من المرشد السياحي عن الاثر اللي انت شايفه ده واهميته. تقدر تنقل الوعي السياحي زي ما احنا قلنا، الوعي الاثري ازاي تتعامل مع الاثر في جمله واحده بس. بلاش يا جماعه نعمل كذا كذا، دي ممنوعه ليه؟ علشان قالوا لنا كذا. الحاجات دي كلها ممكن تكون قد ايه مهمه قوي قوي قوي، وما تتخيلش ان دور البسيط ده يبقى يعدي كده وخلاص، لا هو دور فعال ومهم. عايزه اتكلم بقى عن مكان سياحي صحيح، يعني مكان سياحي سياحه مختلفه، شرم الشيخ وقمه السلام. وانا شايفه ان وجود انظار العالم كلها على مصر من خلال هذه القمه جزء كبير جدا ممكن يخدم السياحه. تأكيد طبعا. حقيقي فخر الدول المصريه ان هي اختيارها هي بالذات ان هي تكون قمه السلام، وان العالم كله وزعماء العالم، يعني اكبر زعماء العالم موجودين عندنا في مصر عشان قمه السلام كانت موجوده في شرم الشيخ. وحاليا استلمت مدينه السلام بسبب ان هي فعلا شهدت السلام الموجود لاخواتنا، وربنا يكون معاهم. ففخر لينا. وحاجه تانية ان هي ادت لينا العالم كله لما بص لمصر بدات السياحه هتزيد، وده نحاول نستغله في حته الترويج الاعلامي، وحته برضو ان احنا ممكن نتعاقد مع او نتعاون مع مؤسسين على مستوى العالم ان هم يجوا يصوروا ويتكلموا وينشروا عندهم على السوشيال ميديا. ده بيأثر بشكل كبير. فحقيقي كانت تجربه ممتازه وحاجه ممتازه، اتمنى ان هي تنفعنا بعد كده ونستغلها صح. طيب قولي لي ايه اكتر مكان اثري مش معروف؟ انت قلتي لي اشهر حاجه الاهرامات، كلنا اساسا اول رحله مدرسيه بنروحها في حياتنا هي الاهرامات. مكان اثري مش معروف ويستحق الزياره والمعلومات تكون متوفره عند جميع المصريين انهم يعرفوا معلومات عنه. في مكان برضو من ضمن الاهرامات اللي هو سقارة، هو مشهور برضو بس مش واخد نفس شهرة الاهرامات. يعني في مصريين وطلبة عادي وناس كبار مش عارفين اصلا ان في هرم زوسر في سقارة، فلا هو يستحق الزياره. وفي اهرامات تانية موجوده. مثلا لو سالتي اي حد عادي في الشارع مصر فيها كام هرم ممكن يقول لك الثلاثه، يعني الاهرامات الثلاثه اللي موجودين في كراسه رسم اي حد صغير، 3 اهرامات. فلا احنا عندنا اهرامات كتير، عندنا اهرامات كتير بس مش مقتصره بس على خوفو وخفرع ومنقرع. في كمان مقابر مهمه جدا موجوده في سقاره، المقابر دي لسه محتفظه بشكلها زي ما هو، فهي برضو مش واخده الشهره قوي ان الناس تدخل وتشوف ان انا عندي اهو حاجات هنا. مش شرط ان انا انزل الجنوب تحت وادخل المقابر اللي موجوده في وادي الملوك وكده، انا عندي مقابر في سقاره. فده برضو انا شايفه ان المكان ده مش واخد حقه قد كده يعني. في ناس بتشوف المكان من بره
يعني مش كل الناس قربت ناحيه الهرم. هو عشان في مكان ناس يعني واخداه كمكان سياحي اتفرج عليه من بره بس، بتبقى رهبه يعني، مش بتبقى هقرب رهبة منه. شوية. ليه؟ لا ديت ممكن تكون ان هو يعني قصد حضرتك ان هو ما بيخش المكان من جوه. ممكن ان هو يكون بيبقى خايف من حاجه معينه، او هو ملوش رهبه ان هو، او رهبه ان هو ما يخشش جوه، هو مش عايز يخش يختلط بيه. خصوصا في حاجه برضه ان في ناس بتتكلم ان الاهرامات دي بالنسبه لهم حرام او دول كفار، فانا اشوفها من بره وخلاص. تكمله لكلام استاذ محمد برضه، هو ده بقى الوعي الاثري اللي احنا بنحاول نقوم بيه. أيوة. يا جماعه دخول الاهرامات مش حاجه صعبه، مش حاجه مستحيله. دخول اي مكان اثري بكل سهوله، بتقطع تيكت عادي جدا وتدخل، الموضوع سهل، مش ما فيهوش حاجه يعني، حتى التيكت اسعارها مش واو يعني. طبعا. دي نقطه. النقطه الثانيه عشان هم مش مختصين، دي الفكره بقى اللي كنت بقول لحضرتك عليها من شويه، هم مش مختصين بالمجال ده، فهو بالنسبه له دي حاجه انا اشوفها من بره بس وماليش دعوه بيها وخلاص، واعدي عليها لو عرفت هي فين واتصور جنبها واعدي عليها وامشي بس كده. لكن لما يكون في وعي اثري بقى، في فريق يعرفهم، في مبادره بترشدهم للوعي الاثري ده، بيعرفوا بقى قيمه الحاجه دي. لما يعدي عليها بعد كده مش هيتصور قدامها ويجري بقى، لا خلاص بقى يدخلها مره واثنين وثلاثه، وبعدين يجيب صحابه بقى وينزل وكده يعني. فالموضوع محتاج يعني يكون بقى عنده ادراك لاهميه المكان ده. جميل. انا مبسوطه قوي بالمبادره بتاعتكم، والمبادره دي مبادره قيمه جدا على قدر يعني قيمه الاثار المصريه الرائعه اللي عندنا، وان شاء الله دايما كل الشباب يبقى عندهم وعي اثري سواء كانوا متخصصين او لا. شكرا ليكم. كان معانا النهارده محمد حلاوه وعبد الله عماد وساره محمد، وان شاء الله دايما تكونوا متفوقين وفي مجالكم وتقدموا لنا كتير من المعلومات السياحيه الاثريه. شكرا ليكم. شكرا ليكم يا شباب. اشوفكم دايما على خير وشباب على الهواء. الى اللقاء.